عايز اقول لسعادتك سؤال مهم جدا، هل كل خلق الله فيه روح؟ سؤال مهم قوي. يعني هل يتصور انسان ان الحيوان فيه روح؟ الجن فيه روح؟ الملائكة فيها روح؟ لا، الانسان هو اللي فيه روح. ولذلك لابد ان نفرق ما بين الحياة والروح، وما بين الحياة والحيوان، وما بين الجسم والجسد. دي البداية كنوع من المصطلحات. حضرتك قد توجد حياة من غير روح، وقد توجد روح من غير حياة. ازاي؟ حضرتك لو جبت المعاليك ورد طبيعي وورد صناعي، ما الفرق بينهما؟ الورد الطبيعي فيه حياة، ينمو ويكبر ويزهر ثم يذبل ونقول ايه؟ مات. صحيح. انما الورد الصناعي زي ما هو. يبقى اذا النبات فيه حياة. هل فيه روح؟ لا خالص. يبقى قد توجد الحياة ولا يوجد الروح. ودي بعض العلماء يسميها نامية نباتية. طب الحيوان وهو بينمو وبيحس لكن ما فيهوش عقل، هذا لا يسمى روح انما نفس. وده السر في ان الله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت، ما قالش كل روح. الامرين، الامر الاول ان الروح لا تموت، احنا بنقتلش الروح، احنا فقط الروح لما جات الارض محتاجة لبس تلبسه، محتاجة عربية تركبها، محتاجة جسم تحل فيه. فالروح مع جسم رمضان زي ما عليك لما بتأجر عربية توصلك المطار. يعني اللي بيكلمني دي روحك؟ مظبوط يا فندم. انا اللي بكلم حضرتك دلوقتي روحي مأجرة الجسم ده كأنها لابسة ثوب. الجسم ده هي موجودة في هذا الجسم مدة زمنية حددها الله عز وجل، اسمه التمكين القدري. الروح موجودة هنا في هذا الجسم مأجرة الجسم ده، لما المدة الزمنية خلصت افصل الكهرباء، الروح تقول للجسم مع السلامة، مستنياك في الآخرة، مستنياك في يوم القيامة. فالمعنى ايه؟ انفصال الروح عن الجسد مش موت. فتوجد روحي لما خرجت. والروح دي بتتكلم؟ ليها صوت؟ طبعا. الروح لما بتخرج طب ليها شكل لا نعرفه. هو ده السر في قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ككن، كذات، كشكل، لا ما عرفوش. ليه سعادتك؟ لأنه الغيب يسأل عنه موجود ولا مش موجود؟ موجود. كيف؟ لا. القاعدة الجميلة قوي في الغيب، الغيب لا يسأل عنه بكيف. يعني روحي لما خرجت الكيفية ايه؟ يعني هي دلوقتي تجسيمها ايه؟ شكلها ايه؟ لا محالة لابد ان تتشكل في صورة عشان تستمتع بالصورة دي. لما وجدت في الدنيا تشكلت في جسمي، موجودة في جسمي. ده اسمه جسم طول ما انا بتكلم. طب لو مش بتكلم اسمه جسد. ده الفرق بين الجسد والجسم. قال الله عز وجل عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال عن عجل السامري فأخرج لهم عجلا جسدا، ما قالش جسما. جسدا ليه؟ لأنه لا روح فيه. فالجسم يسمى جسم طول ما فيه روح. طب ما فيهوش روح اسمه جسد. ولذلك ربنا يقول ايه عن الأنبياء وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. يبقى إذن الجسم اللي خرجت منه روح ولا يأكل الطعام اسمه جسد. فالجسد شيء والجسم شيء تاني. طب عندي بقى الحياة وعندي الروح. كل خلق الله فيه حياة. أنا في حياة قبل أن تنفخ فيها الروح. أنا كيف أخلق يا أستاذ عمرو؟ حيوان منوي وبويضة. أي بني آدم كده. الحيوان المنوي حي ولا ميت؟ حي. الله يبارك في عمرك. صح، لأنه لو ميت مش هيحصل تخصيب ولا خلفة. طب حي إزاي والروح لم تنفخ؟ يبقى توجد روح من غير حياة. تمام. حصل التخصيب، من أول ما بيحصل التخصيب والست بتحمل تشعر بنبض، تقول فيه نبض. النبض ده اسمه ايه يا فندم؟ اسمه سر الحياة. ففي فرق بين سر الحياة وما بين الروح. سر الحياة موجودة في جسم الإنسان، يستمر 4 شهور. عند ال4 شهور بالظبط يجي الملك رئيس قسم نفخ الروح المتخصص ومعاه مساعدين
يأتي الملك الموكل بالأرحام، ده رئيس القسم، فينفخ في الروح وانا عندي كام؟ 4 شهور. طب ما انا قبل 4 شهور في حياة، ما في حاجة اسمها سر الحياة، ثم بعد ذلك الروح. لما بينفخ الروح بيكتب 4 حاجات: الأجل والرزق والعمل والهيئة، الشكل، شقي ولا سعيد. كتب كم عليك؟ 4. اقول لحضرتك مفاجأة، كل ده قابل للتغيير. طب اتنفخت الروح، انا موجود في سر الحياة ثم بعد ذلك الروح، يبقى انا ما اتخلقتش بحاجة واحدة ده خالص. ثم لما اتنفخت في الروح لحياة الجسد، انا محتاج روح لحياة الروح، سماها الله روحا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى سمى القرآن روح لأنه حياة روحي بكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره. يبقى كأني أنا سر الحياة، 4 شهور نفخ الروح لحياة البدن، ثم القرآن لحياة الروح.